تعال بقى نروح لجزئية مهمة جدا، هنتكلم على الجزء الفسيولوجي. أول حاجة هنتكلم عنها هي فسيولوجيا اللغة. احنا عندنا 3 أنواع، هي فسيولوجيا اللغة وفسيولوجيا الصوت وفسيولوجيا الكلام. هنبدأ بالنوع الأول، هي فسيولوجيا اللغة. طب معناها إيه؟ معناها إن وظائف الأعضاء اللي احنا هنا بنشرح إزاي المخ او الدماغ بيشتغل عشان نقدر نتكلم، فنسمع ونفهم وبعدين ننتج اللغة. فاذا فسيولوجيا اللغة يعني وظائف الاعضاء، وبنركز هنا على الدماغ. اول حاجة الدماغ ده هو بيقول لك اعقد عضو في جسم الانسان وبيتحكم في كل حاجة، عشان كده دايما اللغة هي مرتبطة بايه؟ بالدماغ. طيب الدماغ دي هي بتتحكم في الذكاء، في الحواس، في الحركة، في السلوك، في المشاعر. تعال بقى نروح للدماغ. بيتقسم لكام حاجة؟ 3 وحدات رئيسية: الدماغ الأمامي، وبعديها المتوسط اللي هو في النص، والمؤخر اللي هو فيه الحبل الشوكي وجذع المخ والمخيخ. بنية الدماغ، أول حاجة بنسميها القشرة الدماغية. ركز بقى شوية عشان الكلام ده يعني عميق شوية، وأنا عارفك أنت إيه أكثر عمقا. يعني القشرة الدماغية دي الطبقة الخارجية للمخ، سمكها من 2 ل 3 سنتي، واللي فيها مناطق التفكير واللغة والحركة والإحساس. القشرة دي بتنقسم إلى فصوص. ألف بنسميه الفص الجبهي الأمامي، لو في الجبهة يبقى الفص الجبهي الأمامي، أكبر فص في الدماغ، موجود في مقدمة الرأس. طب ده مسؤول عن إيه؟ عن الشخصية واتخاذ القرار والتفكير المنطقي وحركة الجسم. يعني الجزء الأمامي ده مهم جدا في حركة جسمك والشم. طيب في منطقة تسمى بروكا، وكمان يبقى الجزء الأمامي ده مسؤول عن القرار والشخصية والتفكير ولا في منطقة اسمها بروكا ده عالم، يعني هنتكلم عنه لما يجي وقته. تعال نضرب مثال: طفل عنده مشكلة في اتخاذ القرار، مش عارف ياخد قرار، أو التصرف مش مناسب لسنه. يعني إيه؟ يعني مثلا هو المفروض وهو عنده مثلا 2 سنين يعرف يختار مثلا لبسه، او مثلا 3 سنين، فمش عارف ياخد القرار ان هو مثلا يخش الحمام. فنقول ان في مشكله فين؟ في مقدمه الدماغ اللي هي في الفص الجبهي. رقم ب، حاجه بتسمى القشره الحركيه، موجوده ورا الفص الجبهي. يعني الفص الجبهي الامامي ده موجوده وراه، بتتحكم في الحركات الاراديه، زي لما تمد ايدك او تمسك حاجه او تشوط الكوره. دي بقى ايه؟ القشرة الحركية، مرتبطة بالحركة. تالت حاجة القشرة الحسية الجسدية، دي ورا مباشرة القشرة الحركية. دي بتستقبل معلومات عن الحرارة، حس بقى، لمس، الإحساس بالألم والحركة. دال الفص الجداري، ده في وسط الدماغ، بيساعد على التعرف على الحاجات، الفهم المكاني، يعني تعرف فين فوق وتحت ويمين وشمال. برضو بيعمل تفسير للألم واللمس. النقطة اللي بعدها هي الفص القذالي في مؤخرة الدماغ، مسؤول ده عن ايه؟ الرؤية. مثال: لو بتقرأ مثلا صفحة كتاب، الفص ده هو اللي بيحلل الصور والكلمات اللي حضرتك بتشوفها. نروح للفص الصدغي، ده جنب ودانك، مسؤول عن السمع والموسيقى والفهم اللغوي. يبقى ده في الدماغ الأولانية. نروح بقى للي في النص، الدماغ الداخلي أو الدماغ العميق، ده جوه المخ مش ظاهر، في منطقة تسمى تحت المهاد، بتتحكم في المشاعر وتنظيم الجسم، زي النوم والجوع والغضب. بيعدي منه مسارات عصبية بتوصل للمخ. طيب تعالى نضرب مثال:
لو حد نسي حاجة بسيطة أو نسي مواعيد أو حاجة بتنزل مواعيد، ممكن يكون ده عنده خلل في الحصين. الحصين ده المسؤول عن إيه؟ عن الذاكرة. الدماغ بقى المؤخر اللي ورا أو القاعدي أو السفلي، تعال نقول في إيه بقى؟ المخيخ ده رقم ألف، موجود ورا الدماغ تحت شوية، مسؤول عن التوازن والتنسيق بين الحركات والتحكم في العضلات الدقيقة. تعال نضرب مثال. لو طفل بيتكعبل كتير، كل شويه يقع كده، او انت كبير بتتكعبل ومش بيعرف يمسك القلم كويس، ممكن يكون في مشكله في المخيخ. رقم ب، جذع المخ، ده بيربط ما بين المخ والحبل الشوكي، هو اقدم وابسط جزء في الدماغ. طب بيتكون من ايه جذع المخ ده؟ من الدماغ المتوسط والجسر والنخاع ايه المستطيل. الجزء ده مسؤول عن وظائف حيويه جدا، تنفس، ضربات القلب، البلع. طيب خلينا بقى نروح لنقطة وركز عليها بقى. مراكز تكون اللغة في الدماغ، في منطقة تسمى بروكا. بروكا ده يعني ده عالم، موجودة في الفص الجبهي، قلنا بروكا في الأول، غالبا في النصف الأيسر، مسؤول عن إنتاج الكلام. يبقى بروكا ده تخلي الطفل يتكلم، اللي بنسميها اللغة إيه؟ التعبيرية. لما تتأثر الشخص بيبقى فاهم الكلام لكن مش قادر يركب جمل كويسة، بنسميها حبسة. ماشي، حبسة مين؟ بروكا. مثال، طفل فهم السؤال اللي بتسأله لكن مش قادر يجاوب بجملة مفهومة. فيرنيكا دي منطقة تانية، ده برضو عالم، موجودة في الفص الصدغي، فاكر ما قلنا السمع والكلام ده كله، مسؤولة عن فهم الكلام. لما تتأثر الشخص ممكن ايه؟ يتكلم كتير بس كلامه يكون ايه؟ غير مفهوم. مثال، حد بيقول جملة طويلة بس مش مفهومة، وده بيسموه حبسة فيرنيكا. 3، التلفيف الزاوي، ده مهم في ربط المفاهيم المجردة، بيساعد في الذاكرة اللفظية والبصرية. 4، القشرة الجزيرية، بتشارك في إنتاج الكلام والاتصال بين مراكز اللغة المختلفة. تعال نعمل خلاصة سريعة. الفص الجبهي بيساعد في ايه؟ اتخاذ القرار والحركة والكلام، اللي هي منطقة بروكا. بروكا دي قدام، خليك تاخد قرار، خليك تتكلم. عشان كده اللغة التعبيرية لو فيها مشكلة يبقى في مشكلة في حبسة، بنسميها حبسة بروكا. الفص الجداري، احساس، علاقات مكانية. الفص الصدغي، السمع والفهم، دي طالما الفهم في مشكلة في الفهم يبقى بنسميها ايه؟ منطقة فيرنيكا. الفص القذالي او الرؤية، المخيخ مرتبط بالتوازن، تنسيق الحركة. جذع المخ مرتبط بالوظائف الحيوية زي التنفس وضربات القلب. القشرة الجزيرية للتحكم في اللغة والكلام. منطقة بروكا إنتاج الكلام. فيرنيكا فهم الكلام. التلفيف الزاوي الذاكرة المجردة والمفاهيم اللفظية. بعد كده هنروح بقى لجزء آخر عن فسيولوجيا الكلام. خدنا اللغة، في الفيديو اللي جاي انتظروا بقى فسيولوجيا، احنا بنعمل تشريح، فاحنا هنتكلم عن الجزء الخاص بالكلام في الفيديو اللي جاي. اشوفكم على خير.